أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من جملة التعاليق اللي قريت واحد السيد قال لي أنا ما كنتبعش هاد السنيين وهاد الإخوانيين وكاتب شنو السبب علاش ما كيتبعهمش. قال لأنه يتبع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كيقول ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أو لا بمعنى الأصح افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهناك بعض الرواة زادوا واحدة هي الفرقة الناجية التي تتبع سنتي في وقت الهرج. الصراحة أنا استغربت لهذا السيد هذا وهاد الناس هادو، وأنا تلاقيت معاهم بزاف، سواء في المغرب سواء في إسبانيا سواء في فرنسا، وبزاف الناس اللي عندهم هاد الفكرة هادي، خصوصا دوك اللي ما كيقراوش. تلقى السيد داير قميص وداير لحية وعنده هاد الفكرة هادي، يقول لك أنا ما عنديش مع السياسة، وأنا هادو كامل فرق ضالة مضلة. أنا صراحة أنا كنستغرب لهاد الناس بحال هكذا، بحال شي ناس، بحال شي ناس عايشين في شي كوكب آخر، كيفكروا بواحد الطريقة أخرى. فقررت باش حتى أزيل الغبار وأزيل هاد اللبس ونشرح هاد الموضوع بدقة، ونتمنى الناس يستافدوا منه، لأن هادو كنت كنتلاقاهم ماشي على مستوى الشارع ولا في المجالس العامة، لا هادوك الناس كانوا كيجوني في الجامع، ومرارا بعد تا كنصلي الخطبة وكذا كيقول لي الفقيه هضرتي في هادي ما هضرتي في هادي وكذا وكذا، وكنبقى نشوف كنبقى نتأمل. فمنهم من كنت كنجاوبهم، منهم ما كنت كنديها فيهم لأن عارفهم شكون هما. فاسمعوا يا سادة، العالم الإسلامي من الخوارج في السياق التاريخي، من الخوارج حتى المدرسة ديال الإخوة المسلمين عرفت مجموعة ديال التيارات. هاد التيارات كانت سواء تيارات عقدية أو لا تيارات فقهية أو لا تيارات فكرية. وي، إذا التيار ملي كيكون عنده مرجعية عقدية كنسميوها فرقة. سمعوا مزيان الله يرضي عليكم، هذا موضوع جد مهم. ملي كتكون تيار عنده علاقة بالمسائل العقدية، مسألة العقيدة، مسألة الصفات، مسألة الذات الإلهية، مسألة ديال القرآن، التنزيل ديالو، الإنزال ديالو، النبوة، هذه مسائل عقدية. الحساب، العقاب، هذه مسألة عقدية. هذه الناس اللي كيتناقشوا فيها هذو كتسموا فرق أو لا نحل. وابن حزم تكلم في هذه المواضيع كثير. إذا هذو تسمى فرق. أما الناس اللي كيتكلموا في المسائل الفقهية هذو كتسمى مذاهب. اسمعوا مزيان، مذاهب فقهية اللي عندها علاقة بالعبادات، العبادات اليومية، الصوم، الصلاة، الإرث، كذا. هذه مسائل فقهية غالبا كنوجدوا فيها خلافات واختلافات،
وهذا من رحمة الأمة، من رحمة الله عز وجل على الأمة ديالو. وهذه فيها اجتهادات، هذه كتسمى اجتهادات فقهية عندها علاقة بالعبادات. اسمعوا مزيان. أما بالنسبة للمدارس، بالنسبة للاجتهادات الفكرية اللي عندها أصول من الكتاب والسنة، هذه سميتها مدارس فكرية. هاد المدارس الفكرية راه البداية ديالها من أيام الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي. وهذه المذاهب الفكرية غالبا كتكون سياسية، عندهم موقف سياسي. هذه مدارس فكرية، ردوا بالكم، مش عقدية ومش فقهية، هذه مدارس فكرية. عنده هو اجتهاد، الطرف الآخر عنده اجتهاد، وبالتالي يخرج ويطرح البيعة ويتحلل منها. وهذا اللي وقع الخوارج مع سيدنا علي في العراق. وأرسل لهم بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عباس، وتقريبا الثلث ديال دوك الناس رجعوا مع سيدنا علي، وبقاو يعني ثلثين بقاو يعني مصرين على الأفكار ديالهم. لكن علاش هاد الخوارج ما خرجوش على الطاعة ديال سيدنا معاوية بن أبي سفيان اللي كان كيحكم في الشام؟ ليش؟ لأن سيدنا كان حازما. ما كان يؤمن بالحوار ولا لا، بيضة كحلة كحلة، أنا هو الأمير، أنا هو الرئيس الدولة، ما أريكم إلا ما أرى. سيدنا علي بن أبي طالب بحكم أنه كان من الخلفاء الراشدين كان عنده قشابة واسعة، وهم يعني استغلوا هذه القشابة الواسعة وهذا التسامح اللي كان عند سيدنا علي كرم الله وجهه. إذن هاد المذاهب شحال كاينة حاليا؟ كاين 4 مذاهب: المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، لا، المذهب الحنفي، موراه المذهب المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. 4 ديال المذاهب ديال أهل السنة والجماعة. وزادوا عليها بعض المهتمين بهذا الشأن مدارس كثيرة، هي الظاهرية والأباضية والإمامية والزيدية. الظاهرية تقريبا هذه يعني بانت في الشرق الأوسط، الإباضية هي اللي تقريبا كاينة في سلطنة عمان وكاين جزء منها في الجزائر، والإمامية هي اللي حاليا كاينة في إيران، والزيدية عارفين الزيدية كاينة في اليمن، كاينة حتى في شمال العراق، كاينة في سوريا كذلك. هادو ولكن ما عندهمش تأثير، هما قلة، لكن أغلب الأمة اعتمدوا هاد المذاهب ال4. إذا شنو قلنا؟ الفرق هي اللي تهتم بالعقيدة، ياك؟ المذاهب تهتم مسائل فقهية، أو المدارس الفكرية هي التي تهتم بالشأن العام، يعني أصوليين الفكر المعاصر أو لا هاد الظاهرة ديال الخوارج، هادو أصوليين. وهذه أمور خصنا ضروري نحسموا فيها، لأنها مسألة مهمة بزاف. الناس ما يخلطون بين الفقهي وبين العقدي وبين التشريعي. لا يا سادة، المدارس الفكرية هي التي تؤمن بالاجتهاد على مستوى النصوص الشرعية بناء على تصور من الكتاب والسنة، من أجل الإنزال تلك النصوص على الواقع ديالنا. وأنهم هاد الناس هادو المدارس الفكرية يعتبرون أن الإسلام والقرآن هذا منهج حياة، مصداقا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سألوها عن خلق رسول الله، قالت لهم:
كان خلقه القرآن. فالقرآن مش للأموات، للأحياء. وأن الله عز وجل لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس في الدنيا الأمة الإسلامية، هذه الأمة المباركة، الأمة الخيرية، خصها تعيش الخيرية في هذه الدنيا ماشي في الآخرة. وهذا هو المدارس الفكرية. المدارس الفكرية راه من العهد ديال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكان عندهم مجموعة ديال الصراعات مع المناوئين اللي ما يعرف بعلماء السلاطين. وهذه العملية استمرت حتى في القرن السابع عشر، أواخر القرن السابع عشر بداية القرن الثامن عشر، حينما تغولت الدول الأوروبية في العالم الإسلامي ومزقت ونهبت خيراته. واستمرت أكثر لما يعني استطاعوا أن يرثوا الإرث ديال الدول العربية من الخلافة العثمانية، وأن يكسروها وأن يلغوا الخلافة. وهذه العملية كانت استمرت من أيام ديال جمال الدين الأفغاني والتلميذ ديالو محمد عبدو ومحمد رضا شاكر. وهذه العملية استمرت لسنوات من أجل إرجاع الأمة إلى المصادر ديال التشريع ديالها، ألا وهي القرآن والسنة. لأن العالم الإسلامي عرف واحد الموجة ديال التغريب وصلخوه أو انسلاخوه على الدين ديالو بطريقة نهائية. وهذا الشيء اللي كنشوفوه دابا حاليا في الواقع العربي هو امتداد الخدمة ديال الأوروبيين. فلما الدول الكبرى لما كتنتصر راه كتصدر الثقافة ديالها، ولا واخا تكون الثقافة معفنة، ثقافة عوجة، تصدر الثقافة ديالها والفلسفة ديالها للدول المنهزمة. وإحنا هذه تقريبا قرنين من الزمان وإحنا منهزمين، وبالتالي كنا فئرا تجارب. هادشي اللي كاين. إذن علاش أنا كنقول يعني ظاهرة ديال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو ومحمد رضا أنهم يمثلون رأس المدرسة الفكرية؟ لأنهم جاوا في واحد اللحظة اللي حاربوا الفكر والغزو الفكري في العالم الإسلامي. من بعد وارث هذه العملية حسن البنا اللي أصل هذه العملية بواحد الطريقة عجيبة وغريبة وبطريقة متطورة. فلا يمكن حاليا تجد دولة من دول العالم ما فيهاش فكر حسن البنا. نعم. والفكر ديال حسن البنا أو مدرسة حسن البنا منها تفرعت مجموعة ديال المدارس الأصولية التي تنادي بعودة الإسلام في كل مجالات الحياة، وأن الإسلام هو منهج حياة. الإسلام جاء من أجل كرامة الإنسان، من أجل أن يعيش الإنسان عابدا لله عز وجل، كريما عزيزا. وكتب ديال السيد قطب هو امتداد للفكر ديال الإخوان المسلمين بزعامة مؤسس ديالو حسن البنا رحمه الله تعالى. وعلاش أن هذا الفكر ديال الفكر الأصولي هو أصبح الآن هو الذي يسيطر حتى على الثورات ديال الربيع العربي، لأن عنده معولين اثنين كيهتم بهما، كيعول عليهم. والمعول الأول هو القرآن، والمعول الثاني هي السنة
المطهرة. فالإنسان لما يتقيد بهذه المعولين الاثنين رغم أنه كيجتهد فهو ما كيخافش على راسو، لأن عنده واحد طوقة النجاة اللي هو القرآن والسنة. علاش هاد المدارس الفكرية ما ظهرتش في عهد الرسول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في العهد ديالو كان يتنزل الوحي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا كيسولوه إما يجيبون في الحال أو ينتظر حتى يأتي جبريل عليه السلام بالإجابة قطعية. لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح للأمة واحد المنطق ديال منطق الاجتهاد اللي مبني على الشورى، وأن لا مازال كتذكروا كاملين أن حينما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وجاءت الأخبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى أبو بكر الصديق، مشاو نهائيا باش من أجل يؤد تلك الفتنة. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حياته ما وصاش من يرثه في الحكم، والله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل في قرآنه آية تسمى آية فيها وأمرهم شورى بينهم. نعم نعم، التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وترك رجالا. نعم، رجال بمعنى الرجال، مش أشبه الرجال بحال اللي كنشوفوا حاليا، رجال أسود. نعم، نقلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من رعاة الغنم إلى زعماء للأمم. نعم، من رعاة البقر إلى قادة للبشر. نعم، في واحد الظرف بسيط ديال 23 سنة قلبوا وجه الدنيا. وحال الفترة ديال لا تقل على 40 سنة أسقطوا إمبراطوريتين اثنتين كانت تجولان شرقا وغربا، ما كان حتى شي واحد كان كيوقفها، هي الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ربى رجالا مدحهم الله عز وجل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، ما فيهمش اللي إذن كيف ما قلنا هذه العملية ديال هذه النقاط الثلاثة مهم من الفرد المسلم يعرفهم. إذن كيف قلنا كاين المذاهب، كاين الفرق، كاين المدارس الفكرية. المدارس الفكرية تتمثل في مدرسة الأصولية العالمية أو المدرسة الإخوانية أو ما يعرف عليها امتداد المدرسة ديال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو، وبعد ذلك حسن البنا، بعد ذلك سيد قطب، بعد ذلك سعيد حوا، بعد ذلك محمد سعيد رمضان البوطي، بعد ذلك المدارس الفكرية المعاصرة اللي نشطت في الآونة الأخيرة. الفرق هي الفرق التي تعني بالعقيدة والصفات والذات الإلهية والحياة الآخرة والعذاب القبر. هذه كاملة مسألة ديال ما يسمى بالفرق.
أو النحل. قضية أخرى هي مسألة المذاهب. المذاهب هي مسألة الأمور التي تتعلق بالعبادات، الأمور الفقهية من صلاة وزكاة لما التي لم يرد فيها نص. أمور مفهومة. أسأل الله عز وجل أن أكون قد أحطت وأفدت وشرحت بما فيه الكفاية. فإلى اللقاء إن أذن الله بالبقاء.